بعد ماتش الاهلي والزمالك لو جيت سالت اي حد اهلاوي انت مبسوط ولا زعلان، يقول لك لا مش مبسوط، انا لازم افوز في اي ماتش حتى لو بلاعب مين، لان انا لازم اكون نمبر 1 في اي بطوله انا فيها. لو جيت سالت اي حد زملكاوي تلاقيه مبتسم كده. يا ابني مبتسم ليه يا ابني؟ انت موقفك في الدوري زي الزفت، انت المفروض تفوز يعني. المهم ان انا عندي وقفت الاهلي وخلاص. طب يا ابني ما هو انت لازم تفوز. لا 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 مش مشكله عندي. يعني انت بتشجع الزمالك ولا كاره للنادي الاهلي؟ لا لا انا اي حد يلعب الاهلي اصلا هشجعه. اذا دي مقوله او دايما مبدا بقول لكم عليه، ان احنا ما عندناش جمهور اهلي وزمالك، احنا عندنا جمهور اهلي في مصر وعندنا جمهور كارهي نادي الاهلي. دي نقطة. النقطة التانية، كولر انت اخر 5 ماتشات ليك مع الاهلي مع الزمالك ما بتفوزش ليه في ارض الملعب؟ يعني مالك؟ يعني في ايه؟ يعني ليه وليه بتفكر؟ ما انت يا ابني اخر 5 6 ماتشات غيرت التشكيل وعملت الدنيا تمام والمستوى اللي بيعلى مع الطريقة الجديدة اللي انت لعبتها، ليه رجعت تاني للطريقة القديمة قدام الزمالك؟ دي نقطة. كوكا ليه بيلعب 96 دقيقة؟ ليه يلعب على حساب الدبيس؟ برضو علامة استفهام. حسين الشحات انت شايفه اصلا مش موجود، تايه في الملعب. ما تغير، جاي تغير في الدقيقه كام؟ ما هو برضو يا جماعه هو في ايه؟ في ايه؟ عمر الساعي هو في بينك وبينه حاجه؟ يعني هو عليه طار ليك مثلا؟ في مشكله عليه فلوس ليك؟ ما انا مش فاهم ليه يا جماعه بنيجي نلعب قدام الزمالك ما تفهمش كولر بيحب يعمل المختلف. ما تفكرش يا عم، العب بالطريقه بتاعتك العاديه، ما تفكرش. حاجه غريبه. وبرده الجيل ده برده يا جماعه برده تفهمش كده قدام الزمالك مش عارف بيحصل له ايه. نازل كعوب وبساط ومش ما تلعبوا يا جدعان، لعبوكوا يا جدعان، في ايه يا جدعان؟ في مالكم يا جدعان؟ في ايه؟ نادي الزمالك النهارده لعيبه نادي الزمالك عملت اعلى مستواها في المجهود، وانت يعني بص انت اصلا مستواك عالي. لعيبه الزمالك عملت اقصى ما وسعها في المجهود وانت عملت كده بس فتعادلته. بس يعني انت تخيل بقى لو انت عملت مجهودك بقى اللي هو انت بتلعب بالجرينتا بتاعتك وبتلعب بتركيزك وثقتك بنفسك. في فرق يا جماعه بين الثقه والنفس والغرور. انت نازل مغرور في نفسك. نفس المشكله بتاعت ماتش السوبر الافريقي. قعدنا نقول يا جدعان من بعد ماتش الاسماعيلي يا جماعه ماتش السوبر الافريقي يا جماعه انتبهوا لغروركم. مفيش فايده. الشناوي صديت كورتين ماشي مفيش مشكله، ايه بقى؟ يعني في ايه؟ ايدك مالها؟ في ايه؟ امام عاشور كل همه ان هو يجيب جون في الزمالك عشان يروح يحتفل. اتعلم يا ابني من بن شرقي، نزل جاب جون بكل مجهود وبكل سلاسه وما احتفلش كمان، احترم جمهور نادي الزمالك. لكن لما يكون كل تركيزك ان انت تلعب عشان تجيب جون في الزمالك عشان تحتفل عشان ترد على دونجا، مش هتعمل حاجه، عمرك ما هتعمل حاجه. الخطيب جه اول ما دخلت انت النادي الاهلي، الخطيب قال لك ما تزعلش جمهور الزمالك منك، لكن انت دلوقتي بتركز ان انت ايه؟ عايز اغيظهم وخلاص. ما تلعب يا ابني لعبك يا ابني، ما انت بالك من بعد من بالك انت بالك 5 6 ماتشات زي الفل. في ايه مالك؟ ليه بتيجي قدام الزمالك مش عارف تركيزك بيقل؟ في ايه؟ ايه المشكله عندك؟ الفرقه كلها مش عجباني. التشكيل اول ما التشكيل نزل صدمه، ما تفهمش فيه ايه. الدوري بيروح مننا بسبب عدم تركيزنا، بسبب ان احنا عندنا غرور، بسبب ان احنا عندنا حطينا عقيده في دماغنا ان احنا هناخد الدوري في اي وقت. الزمالك يعتبر خارج دلوقتي منافسه في الدوري المصري ما بين الاهلي والزمالك، ما بين الاهلي والزمالك وبيراميدز. الزمالك خارج المنافسه دلوقتي منافسه ما بين الزمالك ما بين الاهلي وبيراميدز. طب بيراميدز لو فاز بكره على طلائع الجيش هيبقى فرق بينه وبين النادي الاهلي 3 نقط. طب وبعدين ده الدوري ده اصلا خطفه وقومه. هنفوق امتى؟ معرفش. هنفوق امتى ونركز في لعبنا ونلعب برجاله؟ معرفش. النتيجه النهارده انك تتعادل مع نادي الزمالك اللي هو مستواه اصلا في الحضيض، ده خساره ليك. وانت نيمتنا النهارده حزنانين وزعلانين. ليه؟ مش عشان اتعادلت، عشان ما لعبتش لعبك الطبيعي بتاعك. كل ما هو في النادي الاهلي من اول الخطيب لحتى عم حارس مسؤول عن خسارتنا قدام الزمالك بنقطتين في الماتش بتاع النهارده. اراك ضاحكا.